بزوزة مالحة بزوز نكهات مختلفين. تابعوا الفيديو للآخر باش تعرفوا تفاصيل الوصفة. ناخدو 250 جرام فرينة، مغرفة صغيرة ملح ومغرفة صغيرة خميرة مرطبات وشوية زعتر وحبق. نزيدو 100 جرام زبدة في حرارة الغرفة، ندخلوها في الفرينة بطرف صوابعنا. نزيدو كعب عظم خلطة ونلمو العجينة، نزيدو لها معدنوس، إذا جاتنا يابسة شوية نزيدوها شوية ماء. قسمنا العجينة على 2 وشطر منهم زدناه شوية هريسة وشوية فلفل مهروش. قسمنا العجينة لكرات متساوية وزناهم حسب لاباري اللي عندكم. يلزم ندهنوا لاباري بالزبدة قبل ما نحطوا فيها الكرات. بعد ما طابوا كعبات الزوزة نخليوهم يبردوا تماما ونحيوا الزوائد بالطريقة هذه. للفارس استعملنا جبن للطلي، جبن مربعات، طن، حبق وزعتر، شوية ملح وشوية فلفل أكحل. بعد عبينا الفارس في كعبات الزوزة بالطريقة هذه. ان شاء الله تكون عجبتكم وصفتنا لليوم، ومتنساوش تسجلوا الفيديو وتعطيونا رايكم في الكومنتات.